اهلا بيكم في صلالة اللي بتقلب كده، يعني بتبقى بالخضار ده في 3 شهور بس، وبعد سبتمبر ده كله بيختفي. سبحان الله. تخيل ان المكان ده الشمس بتغيب عنه في عز الصيف، الوقت اللي بتكون فيه درجة الحرارة في كل الدول العربية معدية ال50. الجو هناك بيكون خريفي وخطير بسبب موقعها الجغرافي في الجزء الجنوبي من سلطنة عمان، واللي بيستقبل رياح موسمية محملة بالرطوبة بالتحديد بين شهر يونيو واوائل سبتمبر، وده احسن وقت للزيارة. والظاهرة دي معروفة هناك باسم الخريف. هتتوهم من الجبال والمساحات الخضراء والطبيعة، هتلاقي فيها تنوع رهيب من الشلالات والعيون الطبيعية والوديان، غير المطلات فوق السحاب على بحر العرب. طول الوقت في رذاذ وغيوم، وحقيقي المناظر الطبيعية هناك ما يشبعش منها. في احلى من ان انت تشرب كوباية القهوة بتاعتك الصبح على فيو وهمي زي ده كده. يعني بصوا يا جماعة المكان عامل ازاي. فيها أنشطة كتير هنتكلم عنها، وشعبها طيب ومضياف جدا، ومشهورة بزراعة الفواكه الاستوائية، وطبعا الأكل المحلي وده ليه فيديو لوحده. دي اشهر اكلة موجودة في عمان. حقيقي صلالة أبهرتني، فما تنسوش تتابعوني عشان هنزل لكم تفاصيل أكتر ونصايح كتير الفترة اللي جاية إن شاء الله.